انت منمتش ليه يا حبيبي لغاية دلوقتي؟ مش عارف يا ماما انام. احكيلي قصة. حاضر يا حبيبي، احكي لك قصة الفار الطماع. الله يا ماما، دي حلوة قوي. كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في 3 فيران في الغابة، كانوا جعانين جدا وبيبحثوا عن الطعام. وفجأة الدنيا غيمت وضرب الرعد والمطر نطت مطرة شديدة جدا أول مرة يشوفوها. قرر الفيران إن هم يروحوا يشوفوا قرية تانية يدوروا على الأكل فيها. قعدوا يمشوا مسافة طويلة خالص. الفيران كان هتموت من الجوع. قعدوا يمشوا وفجأة لقوا بيت منور قدامهم. الفيران شافت البيت وراحت قربت منه ولقت خرمة في الحيطة ودخلوا منها البيت. بعد ما دخلوا البيت لقوا حتة جبنة كبيرة على الترابيزة. الفيران راحوا على الترابيزة وأكلوا. قعدوا ياكلوا من الجبنة، وراح واحد قال لهم كفاية كده، احنا نمشي عشان نلاقي أكل بكرة. 2 مشيوا والتالت مرضيش، قالوا له يلا تعالى، قال لهم روحوا وانا هاجي وراكم. الفار قعد ياكل من الجبنة لغاية بطنه ما اتنفخت ومش قادر يتحرك. فمشي بالراحة لغاية ما وصل عند الخرم ومش عارف يطلع حيط عشان يهرب. راح شافه مين يا ماما؟ صاحب البيت. ها، وبعدين يا ماما عمل ايه صاحب البيت؟ صاحب البيت راح جاب حتة ذرة كبيرة وجاب مصيدة وحط الذرة جنب المصيدة. الفار كان ماشي يهرب من البيت، فجأة شاف الذرة. طبعا الفار الطماع